أحلى حكاية في الزمان في تاريخ الإنسان لما الله جالنا في مزود من أروع مكان. دمعنا عمانوئيل ده فادي الجموع، اسمه أجمل الأسماء الرب يسوع. حوالي أمه من الجليل مريم العذراء اللي جالها جبرائيل ببشارة السماء، وخطيبها عنهم مسؤول يوسف النجار. لحم كان الميلاد أشهر الأخبار، والراعي ده كان سهران مع زمايله فوق، وبيتدفوا مع الخرفان بيعدوا النجوم. وفجأة ظهر لهم فريق من الملايكة كبير كانوا مجدا لله العالي القدير. من آخر الدنيا جايين أهم المجوس، وورا النجم كانوا جاريين لمكان القدوس. فرحوا لما لقوا قدموا الهدايا، رجعوا بلادهم في أمان ينشروا الحكاية. وهيرودس في القصر هناك خايف من المولود، أصدر قرار عن الهلاك لكل صبي موجود. قام في الحال ظهر الملاك ليوسف في الأحلام علشان يهرب على مصر ويبقوا في سلام. أحلى حكاية في الزمان ممكن تتحكي، مش إنسان لأ ده كمان ربي ومالكي. هديله كل الحياة برضو مش كفاية، يسوعي أجمل إله في أجمل حكاية. أحلى حكاية في الزمان ممكن تتحكي، مش إنسان لأ ده كمان ربي ومالكي. هديله كل الحياة برضو مش كفاية، يسوعي أجمل إله في أجمل حكاية. أحلى حكاية في الزمان في تاريخ الإنسان لما الله جالنا في مزود من أروع مكان. دمعنا عمانوئيل ده فادي الجموع، اسمه أجمل الأسماء الرب يسوع.